السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع إطلالة شهر رمضان المبارك، شهر الروحانية واستحضار القيم الأصيلة، تطل وكالة الأنباء المستقلة على جمهورها ببرنامج أمثال حسانية نافذة ثقافية تعنى بإحياء الموروث الثقافي الحساني، وتسلط الضوء على كنوز الحكمة الشعبية المتوارثة عبر الأجيال. يأخذ البرنامج المشاهدين في رحلة ممتعة داخل عالم الأمثال الحسانية بما تحمله من معان عميقة ودلالات اجتماعية وتربوية تعكس هوية المجتمع الحساني وأصالته، ومن خلال طرح مبسط ومحتوى هادف يسعى أمثال حسانية إلى ربط الماضي بالحاضر وتعزيز الاعتزاز بالتراث الحساني، خاصة في هذا الشهر الفضيل الذي تتجدد فيه القيم وتسمو فيه النفوس. أمثال حسانية ليس مجرد برنامج، بل هو مساحة لإحياء الذاكرة الشعبية وصون الموروث الثقافي ليبقى حاضرا في وجدان الأجيال المتعاقبة. اللي ما هو معاك لا يشد لك. يقصد من هذا المثل أن لا تعتمد على غيرك في أداء ما أنت مسؤول عنه مسؤولية مباشرة. فمثلا إذا كنت تتهيأ للسفر، فلا تتكل في تحضير أمتعتك وشد رحلك على الدابة على أحد ليس مسافرا معك، ذلك لأنه قد ينسى أشياء مهمة تحتاجها في سفرك فتندم على الاتكال عليه، وقد لا يشد الرحلة شدا موثوقا فتسقط أنت أو يسقط متاعك من على متن الدابة فتخسره، وأنت في حاجة ماسة إليه فتندم لأنك اتكلت على غيرك في تحضير متطلبات سفرك أو في إنجاز ما أنت مسؤول عنه فلم يتقنه وعاد اللوم إليك لأن مسؤوليتك في الخسارة مباشرة. لذلك مشاهدينا الكرام، نختم حلقتنا على أمل لقاء جديد مع مثل حساني آخر يحمل في طياته حكمة الأجداد وعبرة الأيام.